السلام عليكم حبيباتي، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قناة مطبخ يوميات أم دينا. ثم دخلت القناة نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مشتركين نقدم نقول لكم ربي يفرحكم يعطيكم ما تتمناو. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهذا البربريوش. الميزة نتاعو انه يكون خفيف كي القطن ويبقى لكم الطري وخفيف لمدة جوز 3 ايام. يعني ماشي من هذاك النوع تاع البريوش اللي طيبوه اليوم وتوضوا غدوه صباح كي يولي لكم بايت يولي لكم ما ينتكلش. لا، هذا واش نقول لكم على ضمانتي انا راني نهضر لكم انه يبقى لكم طري لمده 3 ايام. النتيجه تاع البريوش راكم تشوفوها بنفسكم بعينيكم في الفيديو بدون اي اضافات. دوك اي واحد يشاهد ما قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا نطلب منكم اي واحد يشاهد الفيديو نتاعي فضلا وليس امرا انه يضغط على زر الاعجاب وما ينساش انه يشترك في قناتي اذا ما كانش مشترك، ويضغط على زر الاشتراك هكا على زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. وما تنسونيش ثاني تدعموني بتعليقاتكم لاني نفرح بزاف بزاف كي نلقى تعليقاتكم، ولو تعليق بسيط هكا يفرحني ويطلع المعنويات نتاعي. ما تنسونيش ثاني مشاهده ثم المشاهده حتى نهايه الفيديو، لاني هكا باش نعرف ان كان الفيديو يعجبكم ولا لا. في ريسيبيون تاعنا واش حطيت؟ عندي كاس ماء دافي، زدت لها مورف كبيره نتاع خميره الخبز، زدت لها 6 مغارف كبار نتاع السكر اللي هي نص كاس، قادرين تجوزوا حتى تمشيو حتى الكاس الى 4 نتوما على حساب الحلاوه اللي راكم حابينها، لكن 6 مغارف كبار نتاع السكر جات لي الحلاوه هذيك هي. نزيدوا لها كاس حليب، نخلطوا كامل هذه المكونات كامل مع بعض، نزيدوا لهم نص كاس خليط من الزبده الذايبه والزيت. لكن الزبده تاعكم ناكد لكم انكم لازم الزبده تاعكم لازم تكون بارده، علاه باش ما تبركسناش من بعد في الخليط نتاعنا. المهم هنا لازم يكون الحليب نتاعكم دافي والماء نتاعكم ثاني يكون دافي. راح نزيدوا الكاس الاول تاع الفرينه، نزيدوا الكاس الثاني، نخلطوا مليح بالفوي حتى يندمجوا لنا كامل هذه المكونات ويتشكل لنا خليط يكون ناعم وما فيهش حبيبات بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا في الصوره. هنا دوك راح نبداو نزيدو بالفرينه بالتدريج. هنا نزيدو نكملو الكاس الثالث والكاس الرابع، نكملوه غير بالعقل. الكاس الثالث راح نزيد معاها نص كيس نتاع خميره حلويات اللي حتعطي لكم خفه بزاف بزاف هايله لهذا البريوش. وما ننساوش بالطبع الملح، لازم نملحوها يعني بكميه تكون مليحه هكا باش البريوش تاعنا ما يجيناش صامت من بعد. راح نخلطوا كامل هذه المكونات. انا خلاص راح نستعمل يدي هكا باش نتحسس القوام تاع العجينه، لانه ما نقدرش نعرف القوام تاع العجينه وهي وانا نخدم بالفوي. هنا راح نزيدوا الفرينه الكاس الخامس، راح نزيدوه بالتدريج. هنا يعني للامانه درت لي هذاك الكاس الخامس درته لي كامل. هنا كما راكم تشوفوا راني نخلطه في نفس الوقت راني نعجن. الفرينه تاعي هنا كما راكم تشوفوا هنا راهي مغربله، هنا المقطع راح لي، لكن هنا زدت عطر الكراميل. نتوما تقدروا تزيدوا عطر الفاني ولا تقدروا ديروا حتى ثاني مبشور الليمون والبرتقال، يجي بزاف بزاف بنين، راح يكون منكه بذوق الليمون والبرتقال. هنا الكاس الخامس كملته كامل. راكم تشوفوا العجينه كيفاش تجينا عجينه طريه وتجي تلاصق نوعا ما في اليد. هنا كانت عندي كميه نتاع قطعه يعني هكاك مغرف كبيره نتاع الزبده. هنا الزبده تاعي ما كانتش يعني بدرجه حراره الغرفه، كانت بارده. نتوما من الاحسن باش تسهل لكم الخدمه اخدموا بزبدتكم درجه حراره الغرفه. نعجنوا مليح وندخلوا هذيك الكميه نتاع الزبده في العجينه نتاعنا حتى تندمج لنا كامل مع المكونات الاخرين. هنا واش نديروه؟ هنا خلاص لحقنا لنهايه تاع العجينه تاعنا. راح نحطوها في ريسيبي. راكم تشوفوا العجينه القوام تاعها لازم يجي طريه. نصيحه مني انه في المعجنات ولا الحاجه ان اللي تخمر العجينه تاعكم باش تنجح لكم وتخمر لكم بالخف عمركم ما ديروها يابسه. انا راح نحط العجينه تاعي تخمر ونعاودو نولو ليكم. راكم تشوفوا هنا بعد ما خمرت لي العجين الله يبارك ضعف الحجم نتاعها، لازم نتوما تخلوها يضاعف الحجم نتاعها يعني قد ما تقدر، يعني على الاقل 45 دقيقه. للامانه انا حطيتها فوق داخل قدام الشوفاج
وزدت غلفتها بسربات هكا، بسربيته هكا تكون خشينه هكا باش يطلع لي الحجم نتاعها خفيف. هنا دوك نبداو نشكلو في العجينه نتاعنا، نقسموها الكويرات نتوما على حساب الحجم اللي راكم حابينه. يعني انا قطعت لي هذه الكميه، يعني قطعت لي الكميه الله يبارك. كيما راكم تشوفوا قطعت لي اكثر من 14 حبه وديت هذوك 3 صغار. يعني ما كفانيش في هذاك المول، حبيت ندير يعني ثاني كانت بقات لي العجين زدت لها في هذاك المول صغير. نتوما تقدروا ديروهم فرديين ولا ديرهم في مول كبير كيما تحبوا. يعني انا حبيت انها تجيني كيما الشهده. دوك تشوفوا كيفاش راه كيطيب، كيفاش راه يجي الشكل تاعها بزاف بزاف شباب. هنا بعد ما كورنا كامل هذاك العجين نجيبو صفار بيض ولا حبه بيض كامله، راح ندهن كامل الوجه نتاع البريوش نتاعي بهذيك الحبه نتاع البيض. يعني انا للامانه درت كانت عندي صفار حبه بيض وزدت لها كميه صغيره نتاع الحليب وخلطتهم كامل، ودوك راح ندهن بهم البريوش تاعنا من الفوق. نكمل ندهن كامل البريوش نتاعي دوك، ومن بعد نزيد نرش عليه شويه نتاع الجلجلان والكاوكاو محمص وملحي وكاوكاو إفيلي، ونشوفوا التزيين تاعو في الاخير كيفاش جا. هنا كما قلت لكم هنا بعد ما كملت هنا كانت عندي كميه صغيره يعني تاع الكاوكاو إفيلي. هنا كان عندي ثاني كاوكاو محمص وملحي خشين، وعندي هنا شويه نتاع الجلجلان. التزيين يبقى اختياري، نتوما قادرين تخليوه هكا من بعد تدردروا عليه سكر ناعم، ما تغلبوش على روحتكم. يعني بالموجود في البيت تقدروا انكم تزينوا به والبريوش تاعكم يجيكم بنين. المهم انه العجينه تاعكم لازم تنجح معكم وتتبعوا كامل الخطوات اللي قدمتها لكم هكا باش يجيكم خفيف ويجيكم هايل. انا راح نكمل نزين كامل البريوش نتاعي، نخليه يخمر. لازم نخلوه يخمر مليح 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 هكا باش من بعد يعني سر النجاح نتاع البريوش لازم يخمر. راكم تشوفوا كيفاش خمر الله يبارك. طلع الحجم نتاعو يعني ماشي غير تضاعف، راه تضاعف 3 مرات الحجم نتاعو هكا باش كي نزيد نكملو يطيب راح يجينا لداخل خفيف. البريوش سر النجاح نتاعو انكم لازم العجينه تاعكم لازم تخمر، وبعد التشكيل تاع البريوش لازم البريوش نتاعكم زيد تعاودوا تخمروه هكا باش يتضاعف الحجم نتاعو وما يتكدس لكمش لداخل وما يجيكمش عجين. راح ندخلوه على درجه حراره 180 درجه ولا 220 درجه، مشعل من التحت. كي يطيب من التحت نشعلوا له من الفوق، سمحوا لي ياخذ هذيك التحميره. هنا وهو خارج من الكوشه راكم تشوفوا الشكل نتاعو شحال جا شباب، زاد ضاعف الحجم نتاعو وتشقق لي في الاطراف. هنا تعرفوا بلي البريوش نتاعكم جاكم ناجح. لازم تشوفوا هذيك التشققات نتاع العجين في الاطراف. يعني شهيتكم في الجنه بصح واش نقول لكم جا بريوش يعني اقل ما يقال عنه قمه في البنه. هذا هو الشكل النهائي هنا. يعني بعد ما للامانه هاد الصوره خديتها غدوه من ذاك من بعد ما طيبته، لانه انا طيبته في الليل، وهاد الصوره خديتها غدوه من ذاك الصباح. وذوك تشوفوا النتيجه انه مالغري يعني خدمته البارح في الليل، النتيجه يعني خرافيه ويجيكم واحد البريوش بزاف بزاف خفيف. هذه هو اللي قلت لكم انكم البريوش نتاعكم ماهوش كامل راح يتكدس لكم كيبات، وماهوش كامل راح يولي يعني يابس كما نعرفوا. او البريوش كيبات العجائن ولا كامل العجائن المخمره كتبات توليك شغل مكدسه وتولي شويه يابسه. لا بالعكس، هذا البريوش راح يجيكم ما يقعد لكم 3 ايام وهو بنفس الشكل ولا بنفس الطراوه تاع اليوم الاول. راني نقطع معكم حبه هنا باش تشوفوا المصداقيه نتاع الوصفه. نتوما ما عليكم غير انكم تتبعوا الخطوات كامل حرف حرف هكا باش تنجحوا فيه. هنا لحقنا الوصف لنهايه الوصفه نتاعنا. باش نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وثاني ما تنسونيش بلايك من عندكم ودعم للقناه بالاشتراك فيها اي واحد يشاهد الفيديو تاعي، وما تنسوش ثاني تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.